أستاذ محمد، أنت كشاعر تفتكر مصر قدمت إيه للغة العربية؟ مصر لو ما قدمتش للغة العربية وللقرآن إلا القراء المصريين اللي قرأوا القرآن الكريم وإذاعة القرآن الكريم والأزهر الشريف لكفى. ولكن مصر أسهمت بدور كبير للغة العربية وللقرآن الكريم عن طريق المقرئين الكبار زي الشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط والناس اللي تلامذة العالم كلهم الإسلامي بيتتلمذوا على أصواتهم. وغير كده الكتاب بتوع مصر، أمير الشعراء أحمد شوقي مصري، نجيب محفوظ مصري، محمود سامي البارودي الذي أعاد اللغة العربية هيبتها اللي كانت خلاص الاحتلال كده إن هو هيمحيها مصري، ومئات الأمثلة اللي لسه حية إلى الآن. ولذلك احنا افتخرنا بالحضارة المصرية النهاردة، مش احنا بنحتفل بالحجارة ولا بالأصنام زي ما بعض الناس بيدعوا. احنا بنفتخر بحضارة مصر، بعقول مصر، ان احنا في ظل ان ما كانش فيه دول ولا كان في تخطيط ولا كان في علم، احنا كنا بنخترع، وكنا دولة ذات سيادة وذات جيش وذات علم. العلم الحديث اللي هو بتاع النهاردة مش عارف يكتشف هم توصلوا لده ازاي من اكتر من 7000 سنة.